مربوط عالدرجة الثامنة والناس درجات، ومرشح أخد التاسعة غير العلاوات. كتير منا عارف الأغنية دي، وكتير برضو شايف إن المطرب عزيز عثمان متنمر أو بيتكبر علينا، وناقص يقول لنا أنت مش عارف أنت بتكلم مين. لكن خلينا متفقين إن دي سنة الحياة، وإن ربنا خلقنا كده، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وزي ما في بينا كبشر اختلافات في المستوى الاجتماعي أو المادي أو الفكري، برضو الأماكن اللي إحنا شغالين فيها عندها نفس الكلام. هتلاقي ناس بتفكر وناس بتنفذ، ناس ليها صلاحيات وناس لا، ناس شغلها على مكاتب وناس واقفين على رجليهم، وطبعا ناس بتقبض وناس مقضينها جمعيات. بس عشان يبقى الموضوع ده يتم إدارته بطريقة صح ويصب في مصلحة الشغل، تعالوا نتكلم شوية عن المستويات الإدارية في الشركات وإزاي بيصنفوا الموظفين فيها. أولاً، تايب يعني النوع. الموظفين في أغلب الشركات بينقسموا لنوعين: وايت كولر يعني أصحاب الياقات البيضاء، ودول أغلب شغلهم مكتبي، بيتطلب مجهود ذهني زي المحاسبين والاتش ار. بلو كولر أصحاب الياقات الزرقاء، عصب الشغلانة وأساسها، أصحاب المجهود البدني والميداني زي عمال الإنتاج وفنيين الصيانة. ثانياً، المستويات الإدارية administrative levels، وبتتقسم لثلاث مستويات: الإدارة العليا big boss أو top management، ودي بقى اللي بتحط الأهداف والسياسات والخطط الاستراتيجية، وفيها مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديرين العموم. الإدارة الوسطى، وهي المسؤولة عن تنفيذ الخطط ومتابعة سير العمل وتقديم التقارير للإدارة العليا. كمان بتكون حلقة الوصل بين الإدارة العليا والمستويات الأقل زي مديرين الإدارات والفروع. الإدارة التنفيذية، وهي الجانب العملي في الموضوع، ودول اللي بيتابعوا الشغل يومياً وبيتواصلوا مع الموظفين بشكل مباشر زي رؤساء الأقسام والمشرفين. ثالثاً، المجموعة المهنية Job Family، هي الوظائف اللي في علاقة بينهم في نوع العمل والمعرفة والمهارات والخبرات. مثلا إدارة التسويق Job Family بتاعتها Marketing Strategy, Public Relations, Digital Marketing. الإدارة المالية Job Family بتاعتها Accounting, Auditing, Tax, Treasury. رابعاً، المستوى الوظيفي Job Levels، واللي بيساعد الشركات على إنشاء هيكلها التنظيمي وتحديد المسار الوظيفي والمساعدة في النقل والترقية. خامساً، الدرجات الوظيفية Grading System، واللي بيتحدد على أساسها المرتب والفترة اللي بيقضيها الموظف في الوظيفة قبل ما يترقى. وفي القطاع الخاص يفضل إنها ما تزيدش عن 15 درجة وظيفية. سادساً، المسمى الوظيفي Job Title، مسمى الوظيفة اللي بيشتغلها الموظف، ومن خلالها بيتحدد الوصف الوظيفي وطبيعة المهام والمسؤوليات والواجبات المرتبطة بها. تعالوا بقى نشوف الكلام ده إزاي يتطبق في الشركات. وفي النهاية نتمنى نكون قدرنا نوصل المعلومة بشكل سهل وبسيط، ومنتظرينكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة في الإدارة.